ماشي. قال لك بقى ايه؟ الجيش دنسوا قادسة الجامع ودخلوا بالبوت، دخلوا بالبيادات بتاعتهم كلهم على جوه. احنا ما شفناش ولا صورة فيها الكلام ده، والصور موجودة. ما شفناش اي حاجة تدل على هذا الكلام. الحاجة اللي شفناها ان انت في ناس دخلت الجيش، طلعت على المآذن، في واحد في ايده خرطوش، واحد في ايده بندقية، واحد في ايده اه، مسدس. مسكوا عيال لا لا بدقن لا 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 ومعاهم لا لا. أسلحة في انت مأذنة الجيش وفيديو. انت داخل الجامع بتاع ربنا بمسدس في ايدك، وبعد كده بتشتكي لان الجيش دخل دنس قداسة الجامع وهو اصلا ما حصلش. طب وانت ما دنستش قداسة الجامع لما عملت الجامع ساتر رصاص وواقف لي فوق المأذنة فوق تضرب فوق عامل لي عايش فيها ضد قناصة فاكر نفسه في كول اوف ديوتي؟ ده هو بيلعب لعبة كول اوف ديوتي. ايه يا عم ده؟ دي حاجة أول مرة نشوفها، ما حصلتش ولا هتحصل تاني. انت شفت الفيديو لما بقى الضباط والعساكر كلهم طلعوا عشان يجيبوا العيلين دول، اخدوا ضرب، رجعوا يقولوا لك لا ما كانش فيه مسلحين في جامع النور. ازاي يعني؟ والفيديو أمال ده ده ايه؟ كان مين؟ كان واحد مثلا هم اللي زاقينه وهيضربوه العلقة بالتلوسخة دي؟ ما انا اقول لك على حاجة، ممكن هو نظريتين. النظرية الأولى إن أيوة كان في مسلحين، والجيش ساعة لما انطلق وضرب بقى المتظاهرين وطلع بقى على جامع النور، ما هو جاله إخبارية إن في إرهابيين فوق وبيضربوا الناس قناصة واتمسكوا. يبقى من حق الجيش بقى ساعتها يعمل اللي هو عايزه، من حقه عمل اللي هو عمله دوت. لأن بقى ساعتها ناس داخلة على وزارة الدفاع وناس عمالة تقنص في الناس من فوق بدقون. قال لك القاعدة وفي علامة قاعدة، قال لك معلش بقى نطلع ننطلق، واللي يزعل يزعل وكل واحد يحط الجزمة في بقه. يا اما السيناريو التاني ان الجيش هو اللي ايه، اللي مظبط الكلام ده، وهو اللي حاطط الناس فوق عشان يدي ذريعه او يدي سبب ان ايه, ايوه احنا كان من حقنا نهجم على الناس ونعمل القصص دي كلها. وسواء كده او كده، سواء كلام صح او غلط في النظريتين، انتوا اللي جبتوا لنفسكم المشاكل وانتوا اللي جبتوا لنفسكم الكلام. يا انتوا اللي اديتوهم فرصه انهم يدوكوا بالجزمه من الاخر. مظبوط مظبوط. من وفي الاخر. حاجة تانية الناس مش فاهماها، إن إحنا كده هنبقى قريب زينا زي العراق. إحنا هنبقى زينا زي العراق، هنفضل طول عمرنا ضعاف، ومش بعيد تلاقي بعد كده بقى إيه، أمريكا والدنيا كلها جت لجأت بقى عندنا في مصر هيطلعوا لك حجة. معلش يا جماعة التليفونات كتير، بس زي ما انتوا عارفين يعني ناس كتير عايزة تشارك في البرنامج. فاصل.